هي النار هتاكل حطب ولا هتاكل بني ادمين؟ ليا صديق اعرفه من 2003، كان معاه موضوع وجاي من الشغل قرفان وزهقان وعمال ينفخ. بقول له خير يا ابو محمد، مالك يا ابوي؟ قال لي يا ابوي اسكت لاول سيبني في حالي. بقول له ليه يا ابوي بس، مالك في ايه؟ قال لي النار مش هتاكل حطب، النار هتاكل بني ادمين. ما رضاش يقول لي على اي حاجه. يعني لما واحد جاي معصب كده ويقول لك النار هتاكل حطب مش هتاكل بني ادمين، فعلا هي تاكل بني ادمين. ليه بقى؟ احنا في زمن يا جماعه تآكل فيه الصدق والتسامح، والنفاق بقى أصبح هو عملة رائجة في الأسواق. بنشوف إن النار ديت التي أضرمت في نفوس البشر، يعني اشتد حرها واشتعلت. اشتعلت زي الحطب بالظبط، أيضا اشتعلت للبني آدمين مش الحطب بس. شفنا النفاق في كل مكان، وده الوجه القبيح للإنسان. احنا في زمن يا جماعة تآكل فيه الصدق والتسامح والنفاق، وأصبح النفاق والكذب عملة رائجة في الأسواق. بنشوف دلوقتي إن النار التي أضرمت في نفوس البشر يعني اشتد حرها واشتعلت، واشتعلت زي الحطب، بس خلي بالك اشتعلت برضو للبني آدمين. شفنا النفاق حوالينا، والنفاق ده من قديم الزمان، ولكن انتشر دلوقتي بقى يعني سلعة رائجة وببلاش في كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى فكرة شكل المنافق بيبان ووشه بيبان وكلامه بيبان. اوعى تفكر يا حبيب او يا حبيبة او يا استاذ او يا استاذة ان لما تيجي تنافق في اي كلمة او تنافق زوجتك او تنافق حد في المجتمع او تنافق اي حاجة مش بان عليك. لا تبان عليك، بس اللي قدامك بيكون ذكي، بس ما برضاش يقول لك انت بتنافق وانت بتقول كلام غلط. زي ايه بالظبط؟ لما كنت بعلم عيالي كده ويجي مثلا عيل خايف من عقاب معين، هو مش هنقول ان هو كان بيكذب قد ما هو ان هو بيدار على غلطته. اقول له مثلا ايه يا احمد، انت تعلم اني اعلم انك كاذب. يعني انت عارف ان انا عارف ان انت بتكذب. ربنا سبحانه وتعالى قال واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. الايه، هم دول بقى اللي لابسين قناع وبيعيشهم بالكذب والخداع، ويعطيك بطرف اللسان حلاوة ويرغ كما يرغ الثعلب. والكذب والتدليس هي دي الفتنة اللي فتنت الشعوب وأسقطت الأمم. رمي الاتهامات ورمي الناس بالباطل ومجالس وصرصرة المجالس، وتتكلم عن هذا وذاك بالكذب والبهتان وانت ما تعرفش عنه حاجه، وانت ما تعرفش ان هو صادق ام كاذب او الحاجه دي حصلت او لا. ده فلان قال لي، ده انا سمعت من مين يا عم؟ مش عايز اقول لك سمعت ايه في ودانك، يعني سمعت ايه؟ ولما ابو محمد جاني وقال لي النار هتاكل حطب مش هتاكل بني ادمين، كان بيقولها عشان هو عارف ان النار بتاكل الانسان الكاذب والانسان المنافق والانسان المدلس والانسان صاحب الصفات الذميمه. وخلي بالك عمرك ما هتنفع ولا هتنجو ولا ربنا هيكرمك ولا هتحس بالراحه ولا بالطمانينه، ودايما هتحس ان انت فعلا ماشي زي النار اللي ماشيه على الارض. انتوا عارفين ليه النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. وعندي امثال كتيره ممكن اقولها من هنا للصبح عن مشاكل نفسيه مع ناس، وان هو ازاي بيكره الخير لصاحبه ولاخوه ولابن عمه ولاي حد يشوفه. دايما كده بياكل في نفسه كده اكل. لا 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 لا. يعني ان الله طيب لا يقبل الا طيبا. زي احنا شفنا دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، حد بيفرح كده لنجاح غيره ودي بيبقى مبسوط كده يعني يبقى مبسوط لنجاح غيره كده ويقول الراجل ده نجح ما شاء الله تبارك الرحمن، انا مبسوط ان هو كويس، انا مبسوط ان هو نجح، انا مبسوط ان هو واقف على رجليه، الشخص ده كويس. احنا بنشوف الكلام ده دلوقتي؟ لا، احنا بنشوف نقد ونشوف غيبة ونميمة وبس. دلوقتي الناس ما عادش لها شغلانه غير فلان قال وفلان عاد. امال النار مش هتاكل حطب يا جماعه، النار هتاكل بني ادمين اللي هم اللي انا بقول عليهم دول.
كم من أشخاص دمرت حياتهم بسبب وشوشهم الكدابة، وكم من فرص اتسرقت لأن الحاسد ما بتحملش يشوف غيره في مكان أفضل. ولو ما استغلناش رمضان إننا نغير قلوبنا وأفعالنا وبطلنا الكذب والنفاق والحسد ونكون ناس سليمة القلب، فلن ولم تكون النار التي تأكل الحطب هي الأخطر، فتلك التي ستأكل القلوب والعقول والأخلاق. لأن الخداع والكره والظلم مش مجرد أخطاء، بل لهب نار تأكل أصحابها قبل ما توصل لغيرهم. خلي بالك، إن كنت عاوز بقى تبقى كويس ويكون أولادك كويسين وينجوا من هذه الدنيا ونطلع كلنا على خير منها، لازم يكون عندك صدق وتسامح وإخلاص. عاوزين يا جماعة نعيد القيم مكانها اللي اتربينا عليها، وإلا هنلاقي نفسنا في زمن تأكل فيه النار البشر وليس الحطب. منتظر تفاعلكم، وعلقوا لنا في الكومنتات لو حد عنده رأي ولا إضافة نتعلم بيها جميعا. على الرحب والسعة، أنا وحياتي، تحياتي.